السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. احنا قلنا هنعمل ايه في يوم عرفة، وقلنا ان من احد اهم الحاجات المميز بيها يوم عرفة واللي هنركز عليها فهي الدعاء. وقلنا ان الدعاء عبادة، تمام، وان احنا هنعبد ربنا بس بالدعاء في اليوم دوت مع الذكر ومع ان احنا صايمين. ده كفاية كفاية قوي، تمام. لو قدرنا يبقى اغلب وقتنا كده بين الذكر وبين الدعاء واحنا صايمين فكفاية قوي كده. طيب هندعي ربنا بايه؟ هندعي ربنا بكل اللي نفسنا فيه، من اصغر حاجه نفسنا فيها لاكبر حاجه احنا شايفين ان هي ممكن تكون مستحيله، لان مفيش حاجه مستحيل على ربنا. ونتذكر في سوره مريم لما ربنا قال هو علي هين، كل حاجه هينه على ربنا، تمام. لكن دايما بيبقى ربنا ليه حكمه في كل حاجه، حكمه في تاخير اجابه الدعاء، حكمه في كل حاجه، والله يعلم وانتم لا تعلمون، تمام. يبقى هندعي ربنا بايه؟ بكل حاجه نفسنا فيها لينا ولقرايبنا ولجيراننا ولصحابنا، نكتبها كلها في ورقه ونجهزها، تمام. طيب والمستضعفين من المسلمين يا جماعه ما ننساش بالله عليكم، تمام. طيب هندعي ربنا ازاي؟ هندعي ربنا باي صيغه احنا عارفينها، كل واحد على حسب تعليمه وعلى حسب ما بيقدر يدعي ربنا يدعي ربنا. بس اهم حاجه انا شايفه ان هما حاجتين. اول حاجه اليقين، انا عندي يقين ان ربنا هو الوحيد اللي قادر يستجيب لي دعواتي، ان ربنا فعلا قادر، ما عنديش شك، مفيش قلق. انا بدعي ويا ممكن تحصل ويا ممكن ما تحصلش، لا، انا عندي يقين ان ربنا هيستجيب لي. اليقين ده ممكن يكون ان هو هيستجيب لي زي ما دعيت بالظبط، او ان اللي انا دعيت بيه دوت ممكن ما يكونش خير ليا فربنا هيستجيب لي بس بطريقه تانية انا ممكن ما اكونش واخد بالي منها. بس في اي حال من الاحوال اكون واثق ان ربنا سامعني وهيستجيب لي ان شاء الله باذن الله، تمام. طب تاني حاجه الذل والافتقار لربنا، تمام. لازم نبين لربنا الذل والافتقار ليه، احنا فعلا محتاجينك يا رب، احنا فعلا يعني محتاجين كرمك، محتاجين ان انت تستجيب لنا دعواتنا. فلازم ندعيه بذل، بتذلل، نبكي، نعيط، يعني نحاول نبين له فعلا ان احنا محتاجين الحاجه دي قوي. عارفين العيل الصغير والله المثل الاعلى اللي بيروح لمامته يقعد يعيط لها علشان تعمل له الحاجه اللي هو عايزها، تمام، وفي الاخر بيصعب على مامته فاوقات كتير بتنفذ له اللي هو عايزه. ولله المثل الاعلى. ابكوا وعيطوا ادعوا ربنا بتضرع وبافتقار وبذل، تمام. هندعي ربنا ازاي اليوم ده؟ خلينا بس نبقى عارفين ان في ايام واوقات بيستجيب فيها الدعوات، وفي اماكن لاجابه الدعوات. طبعا الناس اللي ربنا اكرمهم بالحج فهم هناك بقى في الكعبه وفي حجر اسماعيل وبين الصفا والمروه عندهم، ويوم وعلى جبل الرحمه او في يوم وقفه عرفه عندهم اماكن استجابه دعوات، تمام. طب احنا الناس اللي لسه ربنا ما كتبش ليهم الحج، ربنا يا رب يكتبها لنا كلنا. في بقى اوقات لاستجابه الدعاء. احنا دلوقتي عندنا يوم عرفه يوم من ايام استجابه الدعاء، تمام. بين الاذان والاقامه الظهر والعصر والمغرب في اليوم ده اي اوقات استجابه دعاء، تمام. ان شاء الله باذن الله هنكون صايمين، فدعوه الصائم عند ليه دعوه عند الافطار برضو وقت اهوت من اوقات اجابه الدعاء، لازم نستغلها كلها. واليوم كله اصلا يوم استجابه دعوات، تمام. قلنا ان الصحابه كانوا بيحشدوا كل دعواتهم علشان اليوم ده، في منهم اللي بيقسم ان اصلا ما بيعديش عرفه اللي بعده غيره بيكون ربنا استجاب لهم دعواتهم، تمام. وسهام عرفه زي ما قلنا لا تخطئ، ان شاء الله باذن الله ربنا يستجيب لنا دعواتنا فيه، تمام. طيب خلاص، ندعي بقى ربنا ازاي؟ انا واحده زيكم والله غبت، عايزه اقول لكم سنين ادور وابحث ازاي ربنا بيستجيب الدعوات، ايه الاوقات اللي ربنا بيستجيب فيها الدعوات، ايه الاماكن اللي ربنا بيستجيب فيها الدعوات، ايه الصيغ اللي ندعي بيها ربنا عشان يستجيب الدعوات. يعني قعدت سمعت كم فيديوهات علشان بجد انا عندي انا كمان دعوه نفسي ربنا يحققها لي. اتمنى ان انتوا تتذكروني وتدعوا ربنا ان هو يحققها لي يا رب، تمام. بندعي بقى ربنا ازاي؟ في طبعا لكل حاجه انا بقولها لكم دي حديث عن الرسول عليه الصلاه والسلام، لكن انا طبعا عشان لو هنتكلم فيها فالحلقه هتبقى طويله او الفيديو هيبقى طويل، فانا هقول لكم، واللي عايز يدور على الاساس ده لو هو مش واثق يروح هيلاقي ان شاء الله باذن الله السند ليه،
تمام. اول حاجه بندعي ربنا وبنساله باسمه الاعظم. احنا عارفين ان ربنا ليه اسم اعظم، اذا سئل به اجاب، اذا دعي به اجاب، واذا سئل به اعطى. ايه اسم الله الاعظم؟ طبعا علماء كتير اختلفوا فيه، الا ان في حديث عن الرسول عليه الصلاه والسلام لما سمع واحد بيدعي فقال ان هو ده اسم الله الاعظم، اللي هو ايه بقى؟ اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يبقى ده احنا سألنا كده باسم الله الأعظم. تمام. طيب قال لك إن احنا لازم قبل ما نبدأ الدعاء ولما بنختم الدعاء نحمد ربنا على كل نعمه. فاحنا هنحمد ربنا، نبدا بالحمد ونختم برضو الدعاء هنقول برضو بالحمد. فهنحمد ربنا ممكن بقى باي صيغه احنا عايزينها. اللهم مثلا تشهدوا ربنا ان انتوا بتقروا ان كل النعم دي من عند ربنا وتحمدوه على كده. اللهم اني اسالك باني اشهد ان الحمد لك وان الشكر لك وان الفضل بيديك، فاللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب ربي وترضى. تمام. سالنا ربنا باسمه الاعظم وحمدناه على نعمه. قال لك ان الدعاء بين لما نصلي على الرسول، نبدا بالصلاه على الرسول ونختم بالصلاه على الرسول وندعي ربنا، الدعاء اللي ما بينهم بيكون مجاب. يبقى نبدا الدعاء بان احنا نصلي على الرسول عليه الصلاه والسلام. وافضل الصيغ قلنا الصيغ الابراهيميه، يبقى هنقول اللهم اني اسالك باني اشهد ان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عبدك ورسولك، حمل الرساله وادى الامانه ونصح الامه وكشف الغمه، فاللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. تمام. طب بعد كده كمان الرسول عليه الصلاه والسلام وصانا برضو في حديث تاني، برضو لما بنقول يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين 3 مرات. تمام. يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام 3 مرات. تمام. ارحم الراحمين ان شاء الله باذن الله بيسمعنا وبيستجيب لدعواتنا. تمام. الرسول عليه الصلاه والسلام صلوا عليه لما برضو حد قبل كده ساله برضو ازاي ربنا يستجيب له دعواته، قال له قبل ما تدعي سبح ربنا 10 وكبر 10 واحمد ربنا 10. يبقى هنقول سبحان الله 10 مرات قبل ما نبدا دعاء، هنقول الحمد لله 10 مرات، هنقول الله اكبر 10 مرات. تمام. طيب في دعوه كمان، دعوه سيدنا يونس في بطن الحوت، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. سيدنا يونس بعديها لما قعد يقول كده يسبح بس ربنا استجاب له دعاءه ونجاه من الغم اللي كان فيه. سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم لما قال لربنا ربي اني لما انزلت الي من خير فقير، شوفوا كان ايه، وبعد الدعاء ده بقى ايه، ربنا برضو استجاب له دعواته. تمام. يبقى احنا كده بدأنا، يعني عملنا مقدمة كده. تمام. بدأنا بيها دعائنا مع ربنا. تمام. بعد كده بقى بنقعد ندعي بكل اللي نفسنا فيه، كل اللي نفسنا فيه بيقين وبذل وخشوع وتضرع، ونرفع ايدينا ونبكي. تمام. دعينا بكل اللي نفسنا فيه لينا ولغيرنا. بنختم، ولما بنختم دايما بنرجع برضو نحمد ربنا ونصلي على الرسول. مش احنا قلنا بنسمع دايما في الادعيه بنقول واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. احنا كده بعد ما خلصنا كل دعواتنا بنحمد برضو ربنا ونثني عليه ونصلي على الرسول عليه الصلاه والسلام. تمام. بعد ما بنخلص دعواتنا بنقول ايه بقى؟ اللهم انك قلت وقولك الحق ادعوني استجب لكم، اللهم انا دعوناك كما امرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا انك لا تخلف الميعاد. تمام. خلاص. ونبقى كده ختمنا دعواتنا. هنقول تاني ان وقت النزول الالهي في يوم عرفه اغلب القول بيقول ان هو من بعد صلاه الظهر، اللي هو عشيه يوم عرفه. وعشيه يوم عرفه دي اللي هو من بدايه زوال الشمس، اللي هو بيقولوا من وقت الظهر ولغايه وقت المغرب. يبقى عندنا الوقت ده كله ما نضيعوش يا جماعه، ما نضيعوش يا جماعه. ذكر دعاء ذكر دعاء ذكر دعاء على قد ما نقدر في كل وقت. بس نخلي بعد صلاه الظهر وبعد صلاه العصر كده نعمل لينا خلوه مع ربنا ونقعد ندعي ربنا بكل اللي نفسنا فيه، ونعيد ونزيد ونعيد ونزيد ونعيد ونزيد. ربنا بيحب عبده اللحوح. تمام. اتمنى اكون افدتكم. حبيت اعمل لكم الحلقه دي قبل علشان ما تتشغلوش في يوم وقفه عرفه. احتفظوا بيها بقى واكتبوها بقى او احفظوها عن ظهر القلب. المهم يعني انا كده جمعت لكم كل حاجه، وربنا يتقبل. وما تنسونيش من دعواتكم، محتاجه فعلا دعواتكم. وكل سنه وانتم طيبين، وربنا يتقبل منا جميعا جميع الاعمال الصالحه ان شاء الله، وكل الدعوات يا رب العالمين. صلوا على النبي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.